دي مش فراخ مقرمشة محمرة بلون ذهبي فظيع. دي طريقتي السهلة والبسيطة للقرنبيط. يلا بينا بسرعة نبتدي نعمل القرنبيط بألذ وأكتر طعم هتلاقوه حلو معاكم قرمش جدا لتاني يوم. القرنبيط مش بنقطعه زي الكرومب، يعني مش بنشيل الراس، لا احنا بنقطع العروق زي ما شفتوا كده. وبعد كده بنجيب مية مغلية على النار ونحط فيها ملح ورشة من الكمون ونسلق القرنبيط. انا لو تلاحظوا مش مقطعاه صغير، انا مسيباه حتت كبيرة عشان ما يتهريش مني. هنعد بعد ما نحطه 4 5 دقايق ونشيله. لو حسيتوا انكم قرصتوا عليه شوية في السوا، طلعوه في مية ساقعة او فيها تلج. هنحط بقى بيضتين. هنا بقى كانت المفاجأة، لقيت البيضة نزلت بصفارين كنت مبسوطة قوي وانا بصور. بعد كده هنزود عليهم كوب من الحليب. وهنا انا حطيت معلقة الاول خل عشان زفارة البيض. هنحط بقى الحليب وبعد كده هنزود الدقيق واحدة واحدة لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. انا زودت كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ايه هو القوام؟ القوام بيكون اخف شوية من قوام الكيك. التوابل اللي هزودها هي ملح وفلفل، كزبرة، كمون، بابريكا، وشوية كركم. هنحط كمان تقريبا حزمة متقطعة شبت وكزبرة أو الخضرة اللي انتوا بتحبوها عادي جدا. الخلطة بقى التانية الناشفة هي عبارة عن دقيق، كوباية تقريبا من الدقيق. أنا هنا بحب أحط ملح وفلفل وكركم بس. وحطيت معاهم معلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. قسموا بقى او قطعوا القرنبيط الحجم اللي انتوا بتحبوه، اللي بيحبوا صغير اللي يحبوا كبير، طبعا كل ما يبقى صغير بيبقى مقرمش اكتر والذ. هنحط بقى القرنبيط في الخلطه الاول السايله، بعد كده في الدقيق، وبعد كده في زيت غزير يكون سخن. هوريكم بقى دلوقتي اللون طالع عامل ازاي. لون رهيب. بقى التركه الحلوه قوي اللي انتوا لازم تعملوها، ما تطلعوش القرنبيط على ورق مطبخ المناديل، يعني طلعوها على شبكه زي ما انتوا شايفين تصفي الزيت الزياده. الحركه دي بتخلي اي حاجه انتوا بتقلوها مقرمشه بطريقه رهيبه. ما عندناش الشبكه، طلعوها في مصفى. بعد كده بقى طبعا زوقوه باي حاجه خضراء، بقدونس، اي حاجه من فوق كده. ومش قادره اقول لكم، اسمعوا بقى صوت القرمشه، رهيب بجد. اكتر طريقة هتحبوها مش قرمشة ولون بس، لا كمان طعم. ان شاء الله تجربوه بطريقتي ويعجبكم. وعايزه اقول لكم ان انا حابه كده اخدتهم جربتهم في الاير فراير، عشان اللي مش حابب ان هو يقليه في زيت غزير، انا رشيت عليه رشه بسيطه قوي. وبصوا طلع عامل ازاي. طلع برده مقرمش جدا. مش هضحك عليكم واقول لكم طبعا ان الاير فراير ألذ من المقلي، بس هي طلعت نتيجه حلوه قوي للي مش عايز يقلي. فانتوا ممكن تجربوا وتعملوا اللي انتوا حابينه وعايزينه في الاير فراير، عايزينه في زيت غزير. المهم ان انتوا تعملوا الطريقه وتحطوا التوابل الجميله دي، وان شاء الله يعجبكم. وبالهنا ودعولي.